وش رجلك وتيجي زي ما تيجي، وادي هدف يعني ضاع للاهلي. والنيران الصديقه، اوه المفاجآت في الدقيقه 12، كره بترد وكره في الشباك امامنا عن طريق اللاعب جان جوزيف كومبوس. جان جوزيف كومبوس يسجل هدف في الدقيقه 12. شوف هنا الهدف من الهجمه المرتده، والكره اتعملت في عمق دفاعات الاهلي. فرصه جونيور اجاييه يضيع النيجيري فرصه هائله، بترد كره امامنا. ادي الكره، كره ملعوبه مره ثانيه، الكره ملعوبه، وادي امامنا هنا من امام قدم احمد فتحي علي معلول والانضمام في المسانده الهجوميه. وادي الكره معموله من هارونا في اتجاه كومبوس. النادي الاهلي قادر على العوده بما يملك من شخصيه وجديه وروح وعدم استعجال، وهدف التعادل. الغزال عمرو جمال يسجل هدف التعادل للاهلي. عمرو جمال يا ولد يا عمرو، يا ولد يا عمرو يا جمال، 5 اهداف في الكونفدراليه وهدف شخصيه، وعنده التحدي وعنده اثبات الذات. وبالفعل عمرو جمال الغزال يكون عنده صحه في القرار، يتمركز كويس، بيتحرك كويس، وادي امامنا استلام وواحده حلوه. يا ولد يا ولد يا ولد عبد الله، يا حبيبي يا عبد الله، يا حبيبي يا عبد الله، يا ولد يا ولد. لكن مؤمن ثبت جاي، ادي عبد الله، لكن مؤمن عاملها حلوه. وادي بقى القرار، هادي القرار سعيد اللي بيستعيد الحقيقه في هذه اللقطه. انجوي علي معلول نجم الدولي التونسي، نجم المتألق الحقيقة، واللي كان أحد النجوم في لقاء مصر. راسية يا ولد يا ولد يا ولد، هو نوية الغزال هنا يطير، وبضربة راسية يسجل النادي الأهلي الهدف الثالث. علي معلول يصنع، والغزال عمرو جمال يسجل. وعيد يا نصر، عيد يا نصر، فرح مصر. وهدف الاهلي امامنا، هدف الاهلي الثالث. عمرو جمال ضربه راسيه حلوه قوي الهدف. ادي علي معلول، واللي حضراتكم كان نجم في لقاء مصر وتونس في تصفيات 2019 في الكاميرون. بص علي معلول عاملها حلوه قوي. وادي امامنا عمرو جمال، وكان معاه على فكره سعد سمير في اللقطه الماضيه، لكن تروح لمين؟ تروح لعمرو جمال. الكرة النهارده حابة عمرو جمال، عايزة تصالح عمرو جمال. علي معلول تمريرة روعة، لفة، شوف حضراتكم اللفة دي بس ايه، وعمرو جمال عمرو جمال يوجه، علي معلول يلف وعمرو جمال يوجه، والكرة في الشباك. ادي الجماهير والفرحة، وما أجمل الفرحة الحقيقة في